بالنسبه لجمهور الاهلي، هو انتوا يا جماعه كل ما الاهلي يجيب جول هتقعد تغني اغنيه سطلانه سطلانه؟ لا، انت هتقول اهلي. يعني انا مش عارف، يعني هل الصح ان انت بعد كده كل خلاص هتغير الشعار؟ ما ينفعش. حلوه، اغنيه حلوه، وانا في كل برنامج اقول له شغلها لي، جميله واسمعها في العربيه. لكن الاهلي، الزمالك، الدراويش، لا. اصل هي العمليه، الكوره بتكبر، كره التلج دي بتكبر بتكبر، وانت فاكر ان ايه، ان ده هيبقى شعار؟ لا، مش هيبقى شعار. انسى انسى، مش هيبقى شعار. فانا بس بحذر بالنقطه، خدوا بالكم منها كويس. كابتن خالد، برضه هرجع اركز على الجزئيه الاعلاميه اللي ركز عليها تاني الاستاذ مرتضى منصور تاني. وعايز اقول انه احنا اذا كنا اتكلمنا عن امير، فالامير هو الوريث الشرعي لابن ربيع ياسين عمر، اللي كان برضه واخد نفس الخط ونفس النهج في نفس القناه. يعني دي اجنده بتتوزع. وفي برنامج تاني في قناه الحدث تحديدا، مش هقول اسم البرنامج ولا اسم مقدمه البرنامج، برضه نفس الاساءات، نفس المعامله للزمالك وجماهيره بمنتهى الاستهانه. انا شفت البرنامج اكتر من حلقه، ما عجبنيش. اخرها جايبه ضيف امبارح بيغني اغنيه سطلانه، اول امبارح قاعد بيتكلم. زي ما شفنا كده، كل شيء كوميدي هتلاقيه عندهم. لو هتقرا لأي صحفي منهم هتضحك، لو هتسمع لأي حد منهم على الإذاعة هتضحك، لو تشوف أي حد فيهم على الشاشة برضه هتضحك. قضايا وهمية، قنابل دخان بيفجروها وبيعتمدوا عليها في كل قضاياهم. ما عندهمش أي شيء يتميز بالجدية، كل كلامهم عديم القيمة، وهي دي كل حكايتهم. بيحاربوا طواحين الهوى وبيستخبوا دايما ورا كل قضية وهمية. والحقيقة إن القناة دي من يوم ما فتحت وإحنا عارفين ومتأكدين من إنها هتكون مجرد واحدة من قنوات الكوميديا اللي ممكن تقضي معاها وقت يومي للضحك، ويوم ورا يوم هي بتثبت ده. واليوتيوب مليان وشاهد على المواد الخام للضحك اللي بيتقدم على القناة دي، وكله محفوظ ومتسجل على اليوتيوب، واليوتيوب يشهد. وكل الفضايح اليومية في قناة العزبة كوميدي محفوظة ومتسجلة على الإنترنت. الناس دي آخر قفشاتها المضحكة كانت بسبب الأغنية اللي اتحولت لترند بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي. وطبعا واضح قوي إحساس النقص، لدرجة إنهم أصلا وبرغم إنهم ملهمش دعوة بالقصة من أولها لآخرها، إلا إن إحساس النقص ده أجبرهم على إنهم يتكلموا عن أغنية وطريقة الاحتفال بيها. خلاص خلصوا كل مشاكلهم وتلقيحهم على قناة المصطبة كوميدي، ما عادش ناقص غير الكلام على طريقة احتفال جمهور الأهلي ببطولاته. ليه دايما حاطين راسكوا في أي فرحة جماهيرية وعايزين تقللوا منها وتوقفوها؟ ده حتى سطلانة جت بعد الفوز على فريق مغربي مش عليكم. ولا هل مثلا سطلانة بتفكركوا بحاجة مثلا زي القضية ممكن؟ وعموما دي مش أول مرة يمروا بنفس الأزمة، وعدت عليهم أيام سودة من بعد القضية ممكن ما تتوصفش، لدرجة إنهم عملوا اجتماعات ليلتين ورا بعض عشان يفكروا إزاي يقضوا على جملة القضية ممكن. ودي معلومة مش توقع، أيوة معلومة فعلا، إنهم اجتمعوا عشان يشوفوا طريقة يحاولوا بيها ينسوا الناس حكاية القضية ممكن. واتفقوا إنهم بعد كل ماتش فيه لعبة حلوة أو جول حاسم أو جول يجي في آخر دقيقة فيطلع بندق يقول عليه القضية ممكن. قال يعني كده القضية الحقيقية هتتوه وسط الهبل بتاعهم. وطبعا لأنها خطة ساذجة فشلت، والسخرية زادت أكتر وأكتر، وانقلب السحر على الساحر الفاشل. والأيام دي عادت القصة من جديد، ولكن بشكل مختلف مع أغنية سطلانة، فبيهاجموها على قناتهم. وكمان أحمد الخضري طالع بيقول ما ينفعش تقولوها عشان هتبقى شعار. انت فاهم بتقول ايه؟ أي شعار؟ من امتى هتافات الجمهور أو أغانيه اللي بالمئات بتتحول لشعارات للأهلي؟ ولا سطلانة عاملة أزمة لأنها جت بعد الفوز ببطولة كبيرة وده بيضايقكم؟ أيوة، الفوز بالبطولة القارية هو الأساس، وهو أصل الإحباط كله عندكم، ودي الأزمة الحقيقية مش الأغنية. اكبروا بقى وسيبوا الجمهور يفرح ويعمل ما بداله، ملقوش فيه، مش بتاعتكم أصلا. وخلاص هي سطلانة بقت من التراث الجماهيري اللي هيتغنى على طول، وكل ما تشتكوا منها تتغنى أكتر وأكتر. حقيقي أزمة كبيرة جدا إن إعلام المختلط يشغل نفسه بالجمهور قال إيه ولا بيكتب إيه ولا حتى بيغني ويقول إيه.
لكن عموما انتشار سطلانة بالشكل الكبير ده حاجة كده ربانية ملهاش قواعد، مش بتاعت حد. الحالة دي محدش عملها وما بتترتبش، لا اجتماعات جروباتكم المقفولة ولا اتفاقاتكم تعرف تعملها، بتيجي لوحدها. والحالة جت في وقتها زي أي حالة جماهيرية بتاخد وقتها لحد ما تيجي حالة جديدة يضيفها الجمهور لمفرداته. وأعتقد برضو اللي هيضيفها إن شاء الله هيكون هو جمهور الأهلي مش أي حد تاني. أغنية سطلانة أصلا نزلت من شهور طويلة وما كانش حد يسمع عنها، ولكن لمجرد إن لاعبي الأهلي عملت بيها فيديو مدته 15 ثانية فالأغنية ضربت وأصبحت رقم 1 في مصر ورقم 1 في الوطن العربي، وأصبحت رمز للبهجة والانتصار والفوز بعد أي ماتش عند كل الفرق. والمدهش هنا إنها انتقلت كمان للعالمية، ولاعيبة مدرسة ريال مدريد بيغنوها. مدرسة الكرة في ريال مدريد من أكتر مدارس العالم تنظيم وإدارة وتخطيط، وده بيوضح لك قيمة الأهلي التسويقية مش بس محليا ولا حتى إقليميا ولكن كمان عالميا. اسم الأهلي قادر يشهر أي منتج ويضيف ليه ويعلي قيمته التسويقية. وسلمني على وكالة الأهرام للإعلام. ونروح لموضوع تاني يخص لجنة الانضباط. المفروض إن اللجنة هتعلن عقوبة لنبيل دونجا لاعب الزمالك عشان الواقعة المشينة اللي حصلت ما بينه وما بين زميله في نفس الفرقة أحمد سيد زيزو. الواقعة اللي كلنا شفناها وكانت عبارة عن فعل فاضح في كلام إن العقوبة هتكون إيقاف 4 مباريات، والحقيقة إنه وفقا للائحة لازم تكون العقوبة إيقاف 6 مباريات مش 4، لأن اللائحة بتقول بوضوح الفعل الفاضح أو الإشارات المشينة على أحد عناصر اللعبة يلزمه إيقاف 6 مباريات و50,000 جنيه. نيجي للأخطر هنا، دونجا بيتعاقب عن فعل فاضح لا يحتمل التأويل، فالطبيعي يتم الرجوع للائحة وبنودها. إنما كهرباء أعلنوا إيقافه 12 مباراة بعقوبة خارج اللائحة، وفي واقع بتعتمد على التأويل في تفسيرها، ولا يمكن إنك تجزم بمعنى الكلمة اللي كهرباء قالها، ومستحيل تقدر تتأكد إيه كانت نيته وقتها. ومع ذلك قرروا إيقافه 12 مباراة وتوقيع عليه غرامة 500,000 جنيه. كمان الأخطر إن عقوبة لجنة الانضباط بتؤكد إن عامر حسين ولجنة المسابقات جنبوا الزمالك بتمرير الواقعة. لجنة المسابقات لما قالت إن واقعة كهرباء مش من اختصاصها ده كان حقيقي، لأن الواقعة غير مثبتة في شريط المباراة الرسمي، وكمان ما اتكتبتش لا في تقرير المراقب ولا في تقرير الحكم. فلجنة المسابقات ما جاملتش الأهلي لما ما اتدخلتش في عقوبة كهرباء، إنما لجنة المسابقات نزلت عن اختصاصاتها وتغاضت عن عقاب دونجا رغم إن الواقعة في شريط المباراة واضحة تماما. والتبرير بإن مفيش نادي تقدم بشكوى في الواقع فده كلام غير مسؤول وغير منطقي تماما. وهو مش معقول زيزو هيروح يشتكيه ويقول مش عارف بقى يعني إيه اللي المفروض يتقال في الواقعة دي بصراحة. فبكل وضوح ده تهرب من المسؤولية، لأنه يحق للجنة المسابقات توقيع عقوبة لمخالفة اللوائح استنادا لشريط المباراة وبدون شكوى من أي نادي. وبرضه لو ورد في التقارير شيء يدين أي لاعب يحق لها توقيع عقوبة بدون شكوى من أي نادي. فقرارات لجنة الانضباط دي أكبر دليل على إن كهرباء تعرض لظلم غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية، ودليل كمان على إنه الخناقة الوهمية بين ميدو وعامر حسين دي أكبر أكذوبة، لأن لجنة المسابقات اللي مراقبينها ما بيكتبوش في تقاريرهم أي إساءات بتوجه للأهلي في ماتشات الزمالك، واللي رفضت تطلع عقوبة في واقعة دونجا واعتمدت على القصة ما ينفعش تتهاجم من الزمالك، دي لازم تتشكر على خدماتها الجليلة لنادي الزمالك. الموضوع الثالث اللي معانا النهاردة موضوع صياح كل موسم، أو نقدر نقول عليه موسم صياح نادي الإسماعيلي اللي بيجي في السنة مرتين. المرتين دول لما بيلعب الأهلي وبس. الإسماعيلي بيتغلب من طوب الأرض وبيتهان كرويا وتحكيميا من أندية أقل منه تاريخيا أو أكتر شوية زي الزمالك، وبيكون على قلبه زي العسل. مش مهم ومش فارق معانا ومش موضوعنا، لكن العجيب إنه بيجي ويصحى بس على ماتش الأهلي في الدور الأول أو في الدور الثاني اللي هو بيكون الماتش اللي المفروض في ملعبه. والحجج الفارغة كتير،
حوار ليه الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه ده بوخ جدا وبقى ماسخ جدا جدا، بالظبط زي الناس اللي كل شويه بتتناوله وبتتكلم فيه، لان كلهم عارفين الحقيقه بس مش بيتكلموا. كله بيوجه اتهامات للاهلي كانه هو اللي بيقول هلعب فين ومش هلعب فين. فكفايه ضحك على الدقون وزرع تعصب ملوش معنى. اصلا لما تسال تقول ليه الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه، برضه لازم تسال وتقول ليه الاهلي ما بيلعبش ماتش اسماعيلي في القاهره بنفس المعيار ده لو انت كنت محايد. لكن لان المعايير مختلة عندهم فمش بيشوفوا الا اللي على هواهم. عموما انتم مدلسين وكذابين وعارفين ان اجابة السؤالين هي التعليمات الامنية وما فيش غيرها. فممكن تتفضلوا وتروحوا للامن تسألوه لما تعرفوا تجيبوا موافقة ان الماتش يتلعب في اسماعيلية، او تبقوا ريحتونا ونلعب احنا كمان في القاهرة. ده انت شايل 6-0 مرتين في اسماعيلية و4، فمش فارقة يعني. ثم ان انت يعني بتنافس على الهبوط بقالك كام سنة. هل الماتش الاهلي هو اللي هينقذك ويخليك تبقى في المربع الذهبي مثلا؟ ده طوب الارض بيغلب الاسماعيلي دلوقتي وفي اسماعيلية قبل ما يغلبوا بره. فبلاش حجج فارغة، بلاش حجج فارغة، لان النهاردة كانت المباراة رقم 20 على التوالي اللي الاهلي ما يخسرش فيها من الاسماعيلي، واخر خسارة كانت من 13 سنة. يعني في ناس عمرها ما شافت الاهلي بيخسر من الاسماعيلي اصلا، بس يقول لك الاهلي خايف يلعب في الاسماعيليه. لكن تاكدوا ان الاسماعيلي مش هيهبط بسبب الماتشين اللي بيتلعبوا مع الاهلي في برج العرب، ولا بسبب الهدف اللي مش صحيح واتلغى لانه مش صحيح طبعا، ولا بسبب اعلان الاهلي اللي على عماره في اسماعيليه، ولا بسبب شعار الاهلي اللي في استاد السلام. تهبط عشان نتيجة تفكيرك وعقليتك دي اللي ودتك في 60 داهية، وطول ما انت كده عمرك ما هتتطور. النقطة التانية موضوع الحكم اللي لغى عن طريق الفار هدف الإسماعيلي اللي كان واضح جدا إنه لمسة يد على المهاجم. كرة هدف الإسماعيلي الملغي لمسة يد، وأي حد لعب كرة هيعرف إن الكرة غيرت اتجاهها من إيده. ده غير إنك ببساطة ممكن تلاحظ إن اللاعب أصلا ما فرحش بعد الهدف، وده مش طبيعي ولا له تفسير غير إنه عارف إنها هتتحسب لمسة يد بالفار. وكلام كريم حسن شحاتة عن إن اللاعب قال له بالنص إنه الكرة لمست إيده بيؤكد الكلام ده. ومش مهم بقى ان اللاعب طلع بعد كده وقال ما قلتش، لانه دي ضغوط بيهرب منها عشان الجماهير والمسؤولين المتعصبين وكلنا فاهمين ده. لكن الحمد لله وتصريحات احمد العجوز مدير الكرة في الاسماعيلي قفلت الموضوع وخلصت كل الكلام، لما قال ان اللاعب قال له ان الكرة فعلا لمست ايده. حتى احنا ما اعترضناش على تحكيم الكابتن احمد الغندور، كان ماشي كويس. حتى لو جت في رجله بعد كده في ايده ماشي، انما المنطق والعقل بيقول لو جت في ايد حد مش هتروح بالقوه دي الجول. طيب بالتالي يعني كابتن احمد، أنا مش عارف كابتن احمد على بعض الصفحات وبعض المواقع في كلام منسوب لمحمد حسن انه بيعترف ان الكرة جت في ايده. هل سالته هل الكلام ده صحيح اصلا ولا كلام خاطئ؟ يعني ممكن يكون اللي اتنشر كلام خاطئ يعني. انا سالته، انما جت في رجله وجت في ايده، فاهم انت؟ جول برضه يعني الناس كلها شايفاها. كان هو انت لعيب يعني قصدك واحد انما طبعا ما بيبقاش عارف الدنيا فيها ايه. هو محمد كابتن احمد، هو محمد حسن قال لك جت في رجلي وبعد كده في ايدي. ايوه طيب ما دي بقى في قانون الكوره كله. عموما من الاخر الاسماعيلي مش هيهبط، محدش يقلق، لانه لو احتاج نقط هياخدها باي طريقه، والكلام ده له اسباب كتير ومفهومه، ومش ده الفيديو اللي هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي. وفيها نقطة مهمة تانية، السادة في قناة اون سبورت عندكم أحمد الشناوي محلل التحكيم أثبت إن الكرة لمسة يد على لاعب الإسماعيلي، وقال إن الكرة هدف غير صحيح وبالتالي إلغائه كان قرار سليم 100%. فحضراتكم في القناة ما نزلتوش الفيديو اللي هو بيقول فيه الكلام ده على منصة يوتيوب الخاصة بقناتكم، وبعدها رفعتوا فيديو تحليل لحكم قديم اسمه مصطفى اسماعيل في مداخلة معاكم، وقال فيها ان هو شايف ان الكرة هدف. يعني انتوا اخترتوا تنزلوا الفيديو اللي على مزاجكم، فالحكم الدولي اللي انتوا متعاقدين معاه والرسمي بالقناة واللي المفروض انه بيجي يحلل التحكيم بعد كل ماتش، طنشتوا كلامه وما رفعتوهوش على اليوتيوب وجبتوا حد تاني ورفعتوه لانه على هواكم. احنا عارفين ان مشجعي المختلط عندكم ده شيء هيزعل، بس شوية من الحياد او على الاقل شوية من العقل، لأن كده شكلكم وحش ومكشوفة قوي. لكن أيا كان انحيازكم الفاضح والواضح مش هيغير من الحقيقة أي شيء.
والكلام عن الموضوع ده نفسه مش هيخلص، لأن الوقاحة الأكبر بتتجلى لما حد كذاب طبعا كل الناس عارفاه لأنه معتاد على الكذب، وفي حلقة مخصوص عنه على القناة دي طلع هذا الكذاب وقال إن محمد حسن لاعب الإسماعيلي حلف إن الكرة ما لمستش إيده، فيقوم لاعب الإسماعيلي في تصريحات لكريم حسن شحاتة يقول عكس كلامه ويقول إن الكرة فعلا لمست إيده قبل دخولها لمرمى الأهلي. أنت كده شكلك إيه؟ كده منظرك إيه قدام نفسك؟ للأسف شيء يكسف. المشكلة إننا بنتعامل مع ناس بتستحل الكذب والتدليس وبيتعاملوا بنظرية خضوعهم بالصوت. يبقى الزمالك هو أكتر فريق مستفيد من التحكيم وأكتر فريق استفاد من ضربات جزاء وهمية، وفي إحصائية عالمية إنه تاني نادي في العالم يتم احتساب ضربات جزاء له السنة دي، وكلنا شفناها وعارفين حقيقتها. بس لما يحصل حالة فيها شك مع الأهلي بسبب سوء التصوير بيتحول الموضوع لجدل ونقاش محتدم، وكأن الدوري واقف على فرق الأهداف عشان يتحسن، مش دوري غالبا هيتحسن قبل 4 أو 5 جولات من نهايته. في ماتش الإسماعيلي مفيش أي حالة استفاد منها الأهلي. هدف الأهلي صحيح 100%، وهدف الإسماعيلي اللي تم إلغائه لمسة يد واضحة 100%، ومفيش مثلا أي ضربة جزاء للإسماعيلي لم تحتسب مثلا. لكن طالما المنافس مش هو الزمالك، إذن أي لمسة لأي لاعب في منطقة الجزاء هنطالب بإنها تكون ضربة جزاء. خالد الغندور عايز أي التحام في منطقة جزاء الأهلي يبقى ضربة جزاء على طول، وشايف إن اللي يقول غير كده يبقى ما بيفهمش في التحكيم. طيب الصورة اللي قدامنا دلوقتي دي حالة من ماتش الزمالك والإسماعيلي نفسه في الموسم اللي فات. حازم إمام دخل شال لاعب الإسماعيلي مش بس التحم معاه، وكانت تستحق فعلا ضربة جزاء. يومها إبراهيم نور الدين حسبها إيه بقى؟ راح حاسبها لمسة يد على لاعب الإسماعيلي وريح نفسه. يومها طبعا في كل استوديوهات التحليل أكدوا إن الكرة مفيش فيها أي شك، وإن ضربة الجزاء للاعب الإسماعيلي واضحة تماما. ومع حالة الجدل اللي كانت على الفيسبوك قام خالد الغندور وقرر إنه يدافع ويألف من دماغه، وقال رأيه في الحالة دي، وقعد يعيط ويدافع ويقول كلام عكس كل اللي بيقوله دلوقتي، وقعد يقول إنه احتكاك وإن مش كل احتكاك هيتم احتسابه ضربة جزاء، وفضل يعيط ويدافع ويقول كلام عكس كل اللي بيقوله دلوقتي. وطبعا قعد يقول إن الكرة احتكاك عادي ومش أي احتكاك بيتم احتسابه ضربة جزاء. سبحان الله، بيتلون ويتغير ويغير كلامه في لحظة. منتهى التدليس، ومن مدلس لواحد تاني من نفس العينة. تخيل حضرتك إن سمسار الإسماعيلية اللي فرغ الإسماعيلي من لاعبته لمصلحة المختلط، واللي دبس الإسماعيلي في بيئة إبراهيم حسن لاعب فريق النجوم للمختلط، وبسببها اتحكم على الإسماعيلي بغرامة مادية كبيرة جدا وخصم نقاط كمان. سيادته طالع يستشهد بناظر عزبة بيت عقبة ويقول لك الأهلي بلا مبادئ. تخيل اللي باع بلده وبقى مليونير وباع لاعيبة بلده سرا لبيت عقبة بيتكلم عن الأهلي، وطالع يتكلم بكل بجاحة ويجيب سيرة 2012 ومذبحة بورسعيد ويسمم الدنيا. فما تحاولش تاخد شو النهاردة على حساب النادي. الكلام اللي قاله الشيحة ده لازم يتحاسب عليه، كل الهلفطة اللي قالها لازم يتوقف عند حده بسببها، لأن الأمور كده وصلت لمرحلة من اللعب على وتر حساس جدا، وهو وتر الجمهور الغلبان اللي بعض المسؤولين دايما بيضحكوا عليه وبيدخلوه في صراع العصبية بتاعهم عشان يحققوا مكاسب زي الشو زي الفلوس وزي السمسرة وزي الشهرة، وكله على قفا النادي. فيا سمسار الغبرة، فريقك اتغلب من طوب الأرض السنة دي والسنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها وبيصارع على الهبوط. مش ممكن هيكون ماتش الأهلي هو سبب هبوطه لو هبط. فما تحاولش تلعب على وتر الجمهور وتزيد التعصب أكتر ما هو موجود. الشيحة ده لازم يتحاسب على كل الغلطة اللي قالها، ولازم الكل يقف عند حده، لأن الأمور وصلت كده لمرحلة من اللعب على وتر خطر جدا، وتر الجمهور، وده مفيش ملف أخطر منه، ولذلك لازم يتحاسب بالقانون وينال جزاؤه. وتقدروا ترجعوا للي قالوه وأكيد موجود على اليوتيوب. أما احنا كجمهور فمحدش ياخد بكلام محمد شيحة، ده راجل بيروج لنفسه جماهيريا وعايز يبقى رئيس النادي، وانا شخصيا بصراحة بقى مع ترشحه ويا رب ينجح. خلينا نتفرج ونضحك وبجملة الضحك. وتعالوا نرجع تاني لنفس المباراة، مباراة الأهلي والإسماعيلي، بس هنرجع تاني برضو الكلام خالد الغندور. الغندور بيهاجم مجلس إدارة الأهلي وبيقول انتم اللي جايبين أتوبيسات الجمهور، ففين موقفكم من الشتيمة وعيب وفين الأخلاق؟
ما شفتش حد في حياتي وشه مكشوف زي خالد الغندور، ما شفتش حد متناقض زي الراجل ده ابدا. ده ناديك ودى الاسوان قطر مش اتوبيسات، ومع ذلك جمهورك اعتدى على الحكم وسبه وضربه وحدفه بالازايز وما قلتش ولا فكرت يطلع لك صوت. انت اللي بتتكلم عن الاخلاق. كنت فين لما مجلس اداره الاهلي بيتشتم واحد واحد بابشع الالفاظ وانت بتهز راسك؟ مجلس إدارة الأهلي كان بيتشتم واحد واحد وبألفاظ يحاسب عليها القانون وانت قاعد شغال هزاز آلي، وهو يشتم وانت تبرر وتقول أصل انتوا اللي استفزتوا سيادة المستشار. يا خالد خلي عندك شوية دم، ربنا يشفيه. ونروح لموضوع الصفقات والانتقالات. طبعا صفقة اللاعب البرازيلي برونو سافيو حكايتها خلصت، نقدر نقول بالفم المليان انها كانت صفقة اجمالا فاشلة، لكن ايقاف خسائرها في الوقت المناسب كان سليم. عودة سافيو الى نادي بوليفار البوليفي مقابل $1,000,000 مكسب. التفاصيل الرقمية بتقول ان النادي البوليفي كان متبقي ليه $700,000 قيمة القسط الثاني من صفقة انتقال اللاعب الى الاهلي في بداية الموسم، ومع عودة اللاعب للنادي البوليفي مرة تانية هيدفع $300,000. إذا أنت استلمت $300,000 ولم تدفع $700,000، إذا قيمة الصفقة $1,000,000. فده يعتبر نجاح يحسب للملف ده، لأنه لو أنت ما كنتش وقفت الخسارة من الصفقة دي فكان من المتوقع إنك هتضطر تدفع $700,000 قيمة القسط التاني اللي عليك، زائد إنك مضطر تدفع مستحقات اللاعب عن كل المواسم اللي جاية طالما هتكون مجبر على فسخ العقد. وطبعا ده لأن اللاعب فنيا ما أثبتش نفسه، فكان طبيعي إنه يتم رحيله والتعاقد مع لاعب جديد. وفي الحالة دي زي ما انتوا عارفين القانون هيتم دفع مستحقات اللاعب، أو إنه هيقول لك أنا مش همشي وأنا قاعد، وهتضطر تأيده بدون أي استفادة منه. فهي عموما صفقة غير ناجحة، لكنها انتهت في الوقت المثالي وبأقل خسارة ممكنة، وإن كان ده ما يمنعش طبعا التأكيد على إنها في الأول والآخر كانت صفقة خسرانة. وعلى العكس تماما من سافيو، صفقة السنغالي أليو بادجي. بادجي ده معادلة غريبة جدا، جه الأهلي وكان واضح إنه لاعب عنده إمكانيات بدنية وفنية وكان أساسي في ملحمة فايلر في مواجهة صن داونز. كان ممكن مع الوقت يحقق نجاح أكبر، ولكنه مشي وهو مساهم في 12 هدف. ال 12 هدف كانوا في 13 مباراة، صنع 8 وسجل 4. فهل لما خرج حس إنه اتظلم وبقى عنده مشاعر سلبية تجاه الأهلي؟ في الحقيقة لأ، بل العكس، ده مع كل بطولة بيشارك الأهلي احتفالاته وبيهني الأهلي على السوشيال ميديا وبيقول عن الأهلي وجمهوره إنهم التجربة اللي مستحيل ينساها في حياته. مش كده وبس، ده راح إعارة لأنقرة التركي وكسب منه الأهلي ماديا، وبعدها تم بيعه النادي أوميان الفرنسي وكسب منه ماديا، وكمان بعدها تم بيعه البوردو الفرنسي وكسبت منه ماديا. الأهلي عوض كل اللي دفعه بصفقة بادجي، وكمان كسب من ورا بيعه بمبلغ يزيد عن $1,400,000. ففي التفاصيل الأهلي تعاقد مع بادجي من رابط فيينا النمساوي مقابل $2,000,000، وقضى اللاعب موسم ونص مع الأهلي وبعدها رحل. تمت إعارته مقابل €250,000 لنادي أنقرة التركي، وبعدين تمت إعارته تاني لنادي أوميان الفرنسي لموسم واحد مقابل $450,000. نادي أوميان الفرنسي قام بتفعيل بند شراء عقد اللاعب نهائيا من الأهلي مقابل دفع $2,000,000، يعني مقابل دفع نفس القيمة اللي الأهلي كان سبق واشترى اللاعب بيها من فريقه النمساوي، لكن تم إضافة بند 20% من إعادة بيعه مستقبلا. وبالفعل عدى وقت وقام نادي أوميان بإعارة بادجي إلى بوردو الفرنسي مع أحقية بيعه $3,000,000 منها 20% للأهلي. فالأهلي هيحصل على $600,000 جديدة بعد انتقال بادجي نهائيا إلى بوردو، وده البند اللي كان متفق عليه ما بين النادي الأهلي ونادي أوميان. إذا الأهلي استعد $2,000,000 اللي تم شراء عقد أليو بادجي بيها، وكمان حقق أرباح تمثلت في €250,000 و$450,000 من الإعارات، و$600,000 اللي هي قيمة 20% من إعادة بيعه، يعني ما يزيد عن $1,250,000 أرباح صافية زائد $2,000,000 اللي الأهلي كان سبق ودفعهم فاستردهم. آخر حاجة بقى هنستعرض مقال كتبه شخص زملكاوي اسمه تامر شوقي، متابعينه كتير ومتفاعل بقوة على السوشيال ميديا. كتب بعد ماتش الأهلي والإسماعيلي وقال: أنا عايز أتكلم عن ماتش الأهلي والإسماعيلي ولكن مش من وجهة نظر رياضية خالص. أصلا الأكاونت ده ما بيتكلمش في الكورة ولا الماتش ليه في اسكندرية ولا في التحكيم ولا في الفار ولا أي تعليق رياضي. أنا عايز أتكلم عن الروح. العيل في بطن أمه عارف إن الأهلي خلاص خد الدوري،
وإن بيراميدز منافسه الوحيد لو عمل عجين الفلاحة آخره المركز التاني. إيه الروح دي؟ ليه الأهلي نازل بيقاتل كده عشان يكسب؟ ليه اللعيبة واخدة الفوز ضرورة ومنهج؟ ليه ما تحسش في أي لحظة إن الأهلي ممكن يخسر الماتش؟ ليه بعد ما الأهلي جاب الجول مصر كلها بقت عارفة إنه خلاص ال3 نقط بقوا مضمونين؟ ليه في الدقيقة 97 الأهلي الفريق الكسبان هو اللي بيهاجم ومش بيدافع؟ منين الروح دي؟ منين الاقتناع باللعب القوي طوال ال90 دقيقة؟ منين الرغبة العارمة في الفوز والفوز والفوز حتى لو الفوز لن يؤثر على شيء؟ أنا عايز أعرف سر الخلطة. أنا عايز أعرف الإعداد النفسي للأهلي عامل إزاي، وده مش من النهاردة بس، ده من يوم ما اتولدت ومن قبلها كمان. إحنا في بلدنا عايزين نفس الروح دي، عايزين نفس العقيدة، عقيدة الفوز وضرورة الفوز طول الوقت، عقيدة الالتزام طول الوقت، عقيدة الثقة المطلقة في النصر، عقيدة إننا الأبطال وهنبقى الأول مهما حصل. أنا محتاج المعد النفسي لفريق كرة القدم في النادي الأهلي يكون مستشار لرئيس الجمهورية والمجلس الوزراء. محتاج يطلع لي ناس زيه كده مليانة حماس وانتماء وثقة ورغبة، ووزعهم على كل هيئات البلد. هنكسب الماتش وهنكسب الدوري وهنكسب أفريقيا. أنا محتاج الشعب كله يبقى عنده الروح دي. هنختصر سنين وسنين في مسيرة العودة الشاقة لهذا الوطن المنكوب. برافو فعلا، ماليش دعوة بالرياضة، أنا أصلا زملكاوي، أنا هنا بتكلم سياسة بس خلاص. وانتهى المقال على كده، وأنا ما عنديش أي تعليق تاني. شكرا ليكم، تحياتي.